السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوات. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. رمضان كريم على الكل يا رب. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم السفوف، ولكن ماشي اي سفوف، واحد المكون خطير البنات. ماشي كلشي كيزعم عليه وماشي كلشي كيديروا في السفوف ديالو. غنخليكم مع هاد الصور ونتلاقاو من بعد. كنجدد الترحاب بكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بكم معايا في القناه. واول حاجه كنبدا بها هي زنجلان. كنعرفوا انه زنجلان كياخذ وقت كبير ووقت طويل باش كتخدموه. من بعد ما كنتقدا زنجلان زوين كنغسلوه، كنحيد منه داك التراب وداك الحجر اللي فيه، وكنسرحو في واحد ليزار كبير حتى كينشف ليا مزيان. عاد كنقيه. التحمار كنحمرو غير في الكوكوط، تعجبني التحمار ديالها لانها كتفرق الحراره بشكل متساوي. صافي كنبقى غير كندي فيه وكنجيب فيه بهذه الطريقه هذه حتى كنسمع الحبيبات ديالو كيبداو يترتقوا. صافي كنعرفوا راه تحمر، كندوز نطحنو. صراحه هاد الهاشوار هادي انا غير هرمشات ليا زنجلان، يعني ما علكاتوش، يعني ما في هاد القضيه الهاشوار ما عملياش. وانا كنقولها في هاد الفيديو، عييت ما نشكر في هاد الهاشوار، ولكن ما وقفتش معايا وقفه امراه في هاد ما طحناتش ليا، ما طحناتش ليا السفوف كما يجب، يعني كما بغيتو. في الاخير غتشوفوني كنكمل غير في 1 2 3. المهم غادي ندوز داك الزنجلان، غندوز غير النص ديالو، النص الاخر غنخليه صاين، ما غاديش نطحنو. تعجبني يبقى باين هكايا زنجلان في السفوف، ولكن شي شويه كتبغيه يتعلق باش كيعطيك تعليكه في السفوف. شفتوا معايا يعني غير هرمشاتو الوجه ديالها. صافي هادشي اللي عطا الله، يعني ما علكاتوش ليا كما يجب كما بغيتو. غادي ندوز للوز. غادي نديرو في واحد الكاسرونه. هنايا درت كيلو ديال اللوز، درتو في الكاسرونه هكا، ودرت عليه شويه د الماء، وطلقت عليه البوطه على نار مهيله. غنخليه غير يتسلق، يطلع فيه الغليه، وغنطفي عليه البوطه لانه كيولي ساهل. هذا الكاوكاو تا هو سلقته بنفس الطريقه. كاوكاو الطريقه هذه زوينه ديال السلق، زوينه يعني كنا كنحمروه في الفران، ولكن هذه الطريقه اللي ديال السلق كتجي زوينه. وكاينين بعض الاخوات ما كيديروش كاوكاو في السوف، انا كنديرو، كيعجبني المذاق ديالو. المهم كندير معاه واحد الطريفات ديال الحامض هكا باش كيحيد له الجهد ديالو، باش ما يجيش فايح داك الجهد ديال الكاوكاو في السوف. وكندير واحد القطرات هكا ديال ماء الزهر. صافي وكنخليه حتى هو يتسلق على نار مهيله. ملي يبدا يتسلق البنات بداو تحيدوا ديك الكشكوشه اللي كيطلع كيف ما كتشوفوا في الصوره هذيك، حيدوا هذاك هو الجهد ديالو كامل راه كيطلقوا. صافي وكيصبح جاهز. غادي نبقى نصفي فيه بحال هكا بهذه الطريقه، تنحيدو كامل. صافي من بعد راه غادي نسرحو حتى هو في واحد ليزار، غنخليه حتى ينشف ليا مزيان، وعاد غادي نكمل له التحضير ديالو. اللوز هنايا كيف ما شفتوا انا صفيته، راه كيصبح كيولي ساهل يتفسخ دغيا، كيتفسخ ملي كتطلعي فيه الغليه شي شويه. صافي غادي نفسخو كامل. ها هو من بعد ما فسختو كيف ما كتشوفوا غنحطو في واحد الزويف او واحد الفيطه هكا ينشف ويتسقطر من داك الماء ديالو. عاد غنقليه. تما في الجانب راه داك الزنجله اللي طحنت، ها هو شي حاجه طحنتها في 1 2 3، وشي حاجه طحنتها في الهاشوار. كاوكاو راه هو صفيته تا هو في الشبيكه محطوط على جنب. هنا غادي ندوز نصهد داك حبه حلاوه والنافع، غير غادي نصهدهم، غير غنديهم ونجيبهم فوق في المقيله، ما غاديش نحمرهم.
الا تحمر اكثر من القانون راه كيخسر لكم الصفوف، كيجي باسل، كيجي ريحه الحراق فيه، ما كيطلعش الصفوف مزيان. المهم غادي نصهدو هكايا صافي، وغادي نطفي عليه البوطه باش يسهل عليا نطحنو. غنبقى واقفه حداه وانا كنحرك، ما غاديش نغفل عليه باش ما يتحرقش، حيت هو دغيا تتلهبوا العافيه. صافي غنحيدو، غندير هنايا حبه حلاوه حتى هي بنفس الطريقه على عافيه مهيله، غادي غير نصهدها ونحيدها. كنعاود ناكد ما تحمروهمش، غير صهدوهم. صافي وانا حداها كنحرك، يعني ما نغفلش عليها نهائيا. صافي وغادي ندوز للمرحله المواليه. هنا غادي ندير اللوز ديالي يتسلق، نديروه في الزيت تكون بارده، ديروه في الزيت بارده البنات باش كيتحمر حتى من الداخل ديالو. الا درتوه في الزيت سخونه او طايبه، ملي كتحطوا اللوز كيتحمر من الفوق ولكن الداخل ديالو كيبقى لكم خضر. صافي غنحطو في الزيت بارده، يعني غيتحمر على خاطرو، غيجي مقرمل كامل. صافي وغنصفيه هكذايا في واحد الشبيكه حدايا. صافي هنا راه درت واحد الكميه اخرى كتسلق ديال اللوز، وحتى كاوكاو غادي تا هو بنفس الطريقه، تا هو غادي نسلقو، ما غاديش نحمرو، كيجي زوين، كيجي حتى هو فيه المذاق اللوز. المهم غنسالي اللوز ديالي وغندوز الكاوكاو تا هو غنحمرو بنفس الطريقه. هنا عندي النافع وحبه حلاوه والقرفه غادي نطحنهم. القرفه تتعجبني عواد، ما كنبغيهاش مطحونه، كتكون بارده ما كتعطيش اللذه زوينه في السفوف. ها هما من بعد ما طحنتهم، القرفه والمسكه الحره والنافع. عندي المسكه الحره كناخذ شي حبيبات، شي تقريبا شي 10 الحبات بحال هكاك، غادي نطحنهم حتى هما في الطحانه. نطحنهم مع واحد المعلقه ديال سنيده هكا باش تدوز دغيا. صافي الصفوف راه كيكون صعيب غير في التوجد ديالو، اما ملي كتوجدي كلشي كتحطيه حداك صافي راه كيسهل عليك التخلاط، ساهل. صافي هنا كنحيد ديك الغليه الثانيه ديال اللوز او السلقه الثانيه ديال اللوز. درت كيلو ديال اللوز وكيلو زنجلان وكيلو هذا كيلو كاوكاو. صافي كاوكاو هنايا واحد السر غادي نقولوا لكم، النص درتو كيتقلى في الزيت من مور ديك الزويته، درتو في الزويته ديال اللي قليت فيها اللوز، درت فيها كاوكاو ودرت واحد شويه هكايا، ديتو جبتو غير في المقله، كيعطي واحد اللذه، واحد لوغو زوين، كيعطيه هكايا محمر غير في المقله، كيعطي حتى هو لوغو زوين. درت النصف تقريبا هنا والنصف هنا، النصف القليل درتو هكا في المقله بحال هكا، غير كنديو كنجيبو حتى كيتحمر لي غير في المقله، كيجي لذيذ حتى هو، كيصبح على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الصوره. صافي والنصف الاخر رانا كنقليه في الزيت. صافي انا كنظن كلشي وجدته، بقى لي غير الطحين. المكون اللي هضرت معكم البنات في اول الفيديو وقلت لكم ماشي كلشي كيزعم عليه، هو هذا المكون. عندك درت كيلو ديال طحين الزرع، ما كاينش كلشي اللي كيدير طحين الزرع، ولكن صدقوني راه كيجي واحد السفوف، راه كيجي رائع وكيجي صحي من فوق هادشي، يعني كيشرب داك الإدام ديال المقليات اللي درنا وهذا كلشي. هاد الكيلو ديال طحين الزرع راه كيحيد دوك المضرات ديال الزيوت اللي كنقليو فيها كامله، بحال اللي كيشرب داك الإدام. حاولوا انكم تبقاو ديروا صفوفكم به، راه كيجي زوين كما كتشوفوا. كنبقى نحمر فيه حتى كيصبح مذهب،
كيجي زوين، كيجي روعه 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 صراحه، خاصكم تجربوه. وهنا درت كيلو اخر ديال الطحين الفورس، الطحين العادي. صافي حتى هو كنحمرو بنفس الطريقه، كنبقى كنحرك فيه هكا كيف ما كتشوفوا، كنبقى نقلب فيه. الا غفلتوا عليه راه كيتحرق. كيف ما كتشوفوا راه هي الحموريه طالعه من القاع، كيبقى كيتحمر هكا حتى كنحصل على اللون اللي بغيت، واحد اللوين اللي هكا مذهب يكون محمر. وباش كنعرف انه الطحين ديالي تحمر البنات، كناخذ واحد شويه ديال الطحين وكنديرو في واحد الزليفه هكا وكنخوي عليه شويه الزيت. صافي كنحرك بالمعلقه راه تيعطيني اللون اللي غيجي ملي غيتخلط. صافي انا بغيتو يجيني بحال هكا، ما كيعجبنيش يجي محروق بزاف، كيعجبني يبقى هكا مذهب. غادي ندوز نحضر الزبده. درت الزبده هنايا خديت كيلو، درت في هاد الكاسرونه درت كيلو الا ربع، حيدت رابعه قلت راه غتقدني، ولكن غادي نعاود نرجع لديك الرابعه حتى هي غنزيدها لانه ما كفاتنيش كيلو الا ربع، ما كفانيش. صافي غنبقى نحرك فيها حتى غادي تولي عندي نوازيط، وكيتبخر داك الماء اللي فيها. وداك الزبده تكون حيوانيه البنات، ما تاخذوش الزبده ديال مارغرين نهائيا، خلطوا بزبده العبار. صافي غنخليها حتى هي على جنب تبرد، وغادي ندوز. كنظن انه كلشي وجدته كلشي حمرته. هنا كنكمل الطحين ديالي في 1 2 3 كما شفتوا معايا، راني كملت فيها على الاقل، هي علكات ليا شويه. ولا كنقرب لكم المحل اللي كيطحنوا فيه اللوز وكاوكاو وزنجلان، من الافضل انكم تطحنوهم على برا، كيجيو معلكين وزوينين. ولكن حتى هاد الطحانه قضات الغرض الصراحه، حتى لاخر لحظه وعتقات الموقف. المهم علكات داكشي كيف ما كتشوفوا راه التعليكه كاينه. صافي غنستمر غير شويه ديال الصبر وهذا، حيت كياخذ شويه الوقت تيطحن داكشي كامل. صراحه عولت على ديك الهاشوار، عولت على الخلا، كان كيسحاب لي فرحه. انا قلت هاد العام غنطحن فيها السوف، نجربوا كيفاش غيجيني فيها. الساعه والو الاخوات ما نفعتني بوالو. شفتوا التعليكه؟ كيبغي غير الصبر، غير شويه بشويه وانتم كطحنوا حتى تساليو الكميه اللي عندكم كامله. هنا طحنت كل شيء كيف ما كتشوفوا في الصوره. ها هو هذا الزنجلان اللي طحنت بالهاشوار، اللي هرمشتو شي شويه، والاخر اللي طحنته بالاندو 3. هذا الزنجلان خليته صاين يعني غير محمر. صافي عندي اللوز تا هو غير هرمشتو، كنبغيه يبقى باين. عندي هنا كاوكاو اللي قليت في المقله راه هو اللون ديالو ابيض، وكاوكاو اللي قليت في الزيت ها هو كيشبه اللوز في اللون ديالو. عندي عندي المسكه الحره، عندي القرفه والنافع وحبه حلاوه. كلشي المكونات صبحوا جاهزين. دابا غندوزو للتحضير والتخلاط على بركه الله. اول حاجه تبداو بها هي ديروا مليحه في القصريه باش يجيكم السوف ديالكم ملح ويجيكم بنين ويجيكم لذيذ، واللي ذاقوا يعجبوا. صافي كنبدا نغربل غادي نبدا بالطحين ديال الزرع. هو الاول الطحين ديال الزرع هو الاول اللي حمرت. شفتوا اللوين ديالو كيفاش كيجي محمر هكا ومذهب. كنغربلو انا حيت حمرته بالنخاله ديالو. صافي كندوز دوك المكونات كاملين في الغربال، الطحين وحبه حلاوه والمسكه حره النافع، كلشي كنغربلو الا اللوز والزنجلان، هذوك راه كنضيفهم بلا تغربيل طبعا. دابا غنضيف الكيلو الثاني اللي درت ديال الطحين عادي فورس. صافي وغنبدا نضيف المكونات. غادي نضيف الكاوكاو هذا اللي كيتقلى في الزيت البنات. كاوكاو اللي كيتقلى كيجي بحال اللوز، نفس اللون ديال اللوز وحتى المذاق. غادي نضيف اللوز
غادي نزيد عليهم الزنجلان اللي طحنت اللي مطحون، وغادي نزيد الزنجلان اللي خليته صاين. كيجيو دوك الحبات زوينين في الصفوف هكا باينين ديال الزنجلان. غادي نضيف واحد المعلقه، 2 معالق عفوا ديال النافع، و2 معالق ديال حبه حلاوه، و2 معالق ديال القرفه. راه كلشي مغربل عندي البنات. عندي المسكه الحره، مسكه الحره راه ماشي كلها مسكه حره، راه خلطت معاها سنيده، درت معاها سنيده باش طحنات ليا صافي. وغنبدا نجمع في هذا الشيء. عرفتوا نتوما كتخلطوا في هذا الشيء على واحد الريحه طالعه، راه يا سلام، ريحه رمضان بامتياز. ايوا يا لاله غنيوا ليه شي شويه هكايا باش يطلع لكم زوين. غنيو ديك الغنايه ديال الزميطه، يا الزميطه يا لا بسم الله نبدا يا زميطه، والصلاة على رسول الله يا زميطه. ما تديوش عليا انا، راه ريحه الصفوف بدات كتخربق ليا باش صفوفكم يجيكم زوين ويجيكم بنين ويجيكم هو هذاك. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنخلط مزيان. وجدوا ليا الكتيفات باش تعطيوه النيت. انا راه شفتوا هنا راه نسيت واحد المكونه البنات، راه نسيت الكوزه ما درتهاش. انا عاد غادي نقلب داكشي في بانيو باش غنعطيه النيت. غادي ندلكو مزيان باش يتخلطوا دوك المكونات. غنحك عليه واحد شويه د الكوزه هكايا، نص كوزه تقريبا. ايوا انا راه ما غاديش نخلط قدامكم هنايا، غادي نطفي الكاميرا وغادي نحط داك البانيو في الارض وغنعطيه غنعطيه الدليك النيت حتى غيتخلط. حيت صراحه البوطاجي ما قنعنيش في الدليك، وغادي ندلكو على خاطرو حتى غيندمجوا. هاد التبسبيس، هاد الطريقه، هاد الخطوه راه مهمه في السوف. هاد الطريقه هادي ملي تبسبسوه هو الاول عاد كديروا السوائل. صافي كندير ديك الزبده اللي ذوبت معاكم، وغادي نزيد ديك الزيت اللي قليت فيه الزنجل، اللي قليت فيه عفوا اللوز وكاوكاو، غادي نضيفو حتى هو. وما غيقدنيش هذا القوام هذا اللي خلطت به. غادي نزيد واحد الربيعه اخرى ديال الزبده حتى هي عاد غيتلم ليا داك الصفوف مزيان. ايوا قلت لكم راه غادي نعطيه الدليك النيت، غنعطيه النيت، غنحطو في الارض وغنعطيه الدليك حتى غيتخلط مزيان. هذه الزويته اللي درت ديال اللي قليت فيها. التعليكه كتبقى على حسب الرغبه البنات، ماشي كله كيفاش كيبغيه. صافي غادي ندلكو مزيان وغادي نستفو هكا، غنصفو هكا في طبيصلات كيف ما كتشوفوا. التقديم كيبقى اختياري، كله كيفاش كيحب يقدم الصفوف ديالو. كان هذا هو الفيديو ديالي بارطاجيته معكم وطريقتي في الصوف. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى انكم تجربوها. وإلا عجبكم بارطاجيو لي الفيديو فضلا وليس امرا. وما تنسوش اختكم من اللايكات ومن الكومونتيرات ومن اي حاجه درتوها. الله يجعلها في ميزان حسناتكم كيف كنقول ديما. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ورمضان كريم عليكم كاملين، يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما كتمناو نتوما وليداتكم ومعز عليكم. نتلاقاو في فيديو اخر. الى اللقاء.